لو عقلك لعبك خده على قد عقله. جملة بحبها قوي بتاعت أحمد خالد توفيق، وكنت بتكلم عنها في بودكاست الوحدة اللي أنا كنت حاطاه من فترة. وحاسة إن إحنا في الفترة دي محتاجين نهدى شوية. جملة سهلة جدا جدا تتقال ودايما بتتقال، بس تنفيذها صعب جدا. نهدى في تفكيرنا، نهدى في توترنا، نهدى حتى في إحساسنا بعدم الأمان. ودي حاجة صعب جدا تتقال. لو احنا كل يوم بنستهلك طاقتنا في تفكير زيادة، في إرضاء الناس اللي هم عمرهم ما بيرضوا، في تحليل كل كلمة وكل موقف، طبيعي نبقى تعبانين، وطبيعي نبقى مستنزفين، وطبيعي نبقى مش حاسين بالأمان. حاسة ان احنا محتاجين نشتغل على ان احنا مش لازم نرد على كل حاجة، مش لازم نشيل هم الناس، مش لازم نفضل طول الوقت في survival مود لا ينتهي. ومحتاجين نبريك السايكل دي شوية. أوقات أكتر حاجة مفيدة ممكن نعملها إن إحنا نسكت الدوشة اللي في عقلنا، إن إحنا نرجع لنفسنا شوية، ونفهم إن طاقتنا مش قليلة، إحنا بس مديانها للناس الغلط وحطينها في الأماكن الغلط.